اخوان بزاف ديال الناس كيفضلوا لي موايو اللي فيهم التسرسيره على اللي فيهم الصوت عادي، ولكن شنو الحاجه اللي كتعطينا داك الصوت المجهد ديال التسرسيره وعلاش كيكون احسن من لي موايو اللي فيهم الصوت عادي؟ فقبل ما نجاوبوا على هذا السؤال خص لابد نعرفوا الكاسيطه كيفاش كتخدم وشنو اللي كيخلي الرويضه تدور ملي كتبيدالي للقدام. الكاسيطه وسط منها كيكون الكور دو غو ليبر اللي هو هاد لا بيس، فالحاجه اللي كتخلي الكاسيطه تدور للقدام ولا اللور هما الدراس اللي كيتسموا الباولز والتسنان الصغار اللي كيتسموا التيت. الباولز التصميم ديالهم كيخليهم يدخلوا في السنان ويتبلوكاو الا دورتي الكور دو غو ليبر اليمين باش كتولي واحد لا ريزيستونس اللي كتخلي الرويضه تدور وتزيد لقدام. كما كتشوفوا الا دورتي الكور دو غو ليبر اليسار ما غيطرا والو، غير الكاسيطه اللي غتبقى تدور في بلاصتها، الا دورتيه اليمين كيتبلوكا وهادشي اللي كيخلي الرويضه تزيد لقدام. وهاد الميكانيزم ما كيتستعملش غير في لي فيلو، ما غتلقاه بزاف ديال لي دومين بحال لي زونجان دو لوفاج لا بيش لوغلوجري. فالحاجه اللي كتخلي موايو يكون فيه الصوت واحد لا هما العدد ديال الباولز والتيت اللي فيه. الا خدينا المثال ديال هاد اسنس بروسيت اللي معروف بالصوت مجهد وحلينا الكور دو غو ليبر غنلقاو فيه 6 ديال لي باولز و60 تيت. فكل ما كان العدد ديال الباولز والتيت كبير كل ما غيكون الصوت مجهد، حيت غيكون احتكاك ما بيناتهم كثر. بطبيعة الحال هادشي كامل دار باش الفيرو اللي تجاوب معاك دغيا مع تبيدالي لا فورس تمشي الرويضه ديريكت باش تدور وما يكونش واحد ديلي ما بين اللحظه فين كتبدا تبيدالي واللحظه فين الرويضه كتبدا تدور. وهادشي كينفع بزاف صحاب التريال في لي كومبيتيسيون بحال في الكروس كونتري لوندورو اكسيتيرا. وغالبا هاد لي موايو اللي كيكونوا طالعين في لاكاليتي كيكون فيهم سيلد بيرينغز في اللي بي كيكون مسدود عليهم من الداخل، دونك ما كيدخل لهم لا ما لا غبره لا والو، فكيبقاو دائما كيدوروا مزيان وما كيحتاجوش لونتروتيان بزاف بحال لي غولمون العاديين.